مساء الخير لكل متابعي مشكات على يوتيوب، فيسبوك وكلوب هاوس. معكم أنا خلدون حيدر بالحلقة الثانية من برنامج والمشاهد شاهد. البرنامج اللي هو عبارة عن مناظرة حول موضوع معين بين ضيفين. موضوع اليوم هو مجلس وقوات سوريا الديمقراطية وارتباطاتها. بالوسط السوري. اليوم عم نتابع على السوشيال ميديا في مواقف متضاربة حقيقة بين الجمهور السوري من قوات ومجلس سوريا الديمقراطية. فالبعض يراها خنجر مسموم وضع في خاصرة الثورة السورية، وأن سلوكها السياسي والعسكري على الأرض بعيد جدا عن طموحات الشعب السوري المعبر عنها بالثورة السورية. البعض الآخر يرى فيها، خصوصا بعد التطورات الأخيرة التي تحدث في تركيا من ما يوصف باستدارة تركيا نحو نظام الأسد في دمشق، بعد يقول الملجأ الأخير للسوريين هو مجلس سوريا الديمقراطية. وهنالك فعلا صوت سوري معجب بسلوك مجلس سوريا الديمقراطي، السلوك السياسي طبعا لمجلس سوريا الديمقراطي ولقوات سوريا الديمقراطية. وهنالك من يقول آه، جيد، ولكن يعني يضع الكثير من الانتقادات لمجلس سوريا الديمقراطية، لا يرفضها بالمطلق ولكن يضع عليها بعض الانتقادات كارتباطها بحزب العمال الكردستاني مثلا، كهيمنة كردية على مناطق عربية لا يمتلك الأكراد حق الهيمنة فيها، لا يمتلك حق الأكراد حق الهيمنة عليها. انتقادات كثيرة تقدم بحق مجلس وقوات سوريا الديمقراطية. اليوم رح نتحدث عن هذه المحاور كافة بوجود ضيفين على المناظرة. الأول هو الصحفي والروائي السوري المعارض هوشانك أوسي. مساء الخير أستاذ هوشانك، كيف عرباش؟ آه، مساء الورد إيفار باش، لك ولكل متابعين قناة مشكات. الكاميرا عندك مغلقة أستاذ هوشانك. أها. مساء الورد إيفار باش، لك ولكل متابعي قناة مشكات، وللصديق العزيز فراس. أهلا وسهلا. والضيف الثاني على المناظرة هو الأستاذ فراس قصاص، السياسي السوري المعارض ورئيس حزب الحداثة والديمقراطية الموجود ضمن مجلس سوريا الديمقراطية. مساء الخير أستاذ فراس. المايك مسكر. عند الأستاذ هوشنك كانت الكاميرا، عندك المايك. إيه. مساء الخير لك للسادة المشاهدين والصديق العزيز وشكرا. تحياتي. خليني أحكي لكم أستاذ هوشنك وأستاذ فراس قبل ما نبدأ بالحوار عن خطة الحلقة. الحلقة فيها 3 محاور، 3 جولات حوارية. في كل جولة هنالك سؤال مطروح على الأستاذ هوشانك أوسي ولديه 8 دقائق للإجابة عنها. هنالك سؤال مطروح بالمقابل لفراس قصاص ولديه نفس المدة تماما. الجولة الثانية بنفس الترتيب والثالثة بنفس الترتيب، ثم سيكون في النهاية لدينا مداخلتين ضمن وقت محدد. وفي نهاية الحلقة يمتلك هوشانك أوسي الحق في توجيه سؤال لفراس قصاص، وكذلك الأمر يمتلك فراس الحق في طرح سؤاله على هوشانك أوسي. نبدأ الحلقة وبنطلق بالمحور الأول من الحلقة مع الروائي والصحفي السوري هوشانك أوسي. والسؤال هو: أستاذ هوشانك، الأداء السياسي لمجلس وقوات سوريا الأداء السياسي لمجلس سوريا الديمقراطية والأداء العسكري لقوات سوريا الديمقراطية على الأرض هو الملجأ الوحيد حاليا لكل السوريين. رأينا الفشل والإخفاق الذريع الذي أصاب المعارضة السياسية في سوريا وحتى الفصائل العسكرية المقاتلة. ألا ترى فيها ذلك أستاذ هوشانك، ولا بعدك على مواقفك؟ تفضل. لا، أنا مع هذا الرأي. أنا لست ضد هذا الرأي، وموقفي واضح. قوات سوريا الديمقراطية يفترض بها أن تصبح خيارا وطنيا، ومجلس سوريا الديمقراطية أيضا يعني الخيار يفترض المستقبلي، لأننا كلنا نتطلع إلى سوريا ديمقراطية، سوريا
دولة وطنية لكل شعوبها، لكل المكونات، تنصف مظالم كل الأقليات القومية والعرقية والدينية، يعني ديمقراطية حقيقية وطنية ناجزة. هذا طموحنا، ويعني معارضتنا للنظام السوري أساس هذه المعارضة أنه نظام ديكتاتوري، نظام أقلوي، نظام لا وطني. وبالتالي نحن دائما نبحث عن البدائل الديمقراطية والوطنية. المأخذ على مجلس سوريا الديمقراطية ليس يعني كمجلس سوريا الديمقراطية من حيث المبدأ. المأخذ آليات الإدارة، يعني هيمنة حزب العمال الكردستاني على الإدارة الذاتية الديمقراطية، التحكم بالقرار الاقتصادي، التحكم بالقرار العسكري، التحكم بالقرار الإداري، أدق التفاصيل على الصعيد الإعلامي، على كل يعني الجانب الصحي، كل هالتفاصيل الخدمية في هذه الإدارة يتحكم فيها الكادرو اللي جاي من قنديل. هذا هو المأخذ. المسألة ليست أنه عندما يعني نريد لمجلس سوريا الديمقراطية بالفعل أن يكون مجلس سوريا ديمقراطية، نريد للإدارة الذاتية بالفعل أن تكون إدارة ذاتية وديمقراطية ومنصفة ومنسجمة مع التطلعات أو الأهداف التي تنادي بها، لا أن تكون يعني موضوع غطاء أو قناة أو كوريدور لتمرير مشاريع حزب العمال الكردستاني، ويعني هيمنة هذا الحزب على القرار السياسي الكردي السوري، وحتى القرار الوطني السوري في المناطق الكردية شمال وشمال شرق سوريا. ورأينا أن الأداء العسكري لمجلس سوريا الديمقراطي نجح في أماكن وأخفق في أماكن أخرى. يعني مجلس سوريا الديمقراطي وقوات سوريا الديمقراطية لم تعتذر لأهالي عفرين على الهزيمة التي منيت بها في منطقة عفرين وفي مناطق رأس العين. كل هذه المعطيات نعم يمكن تسجيل نقاط لصالح مجلس سوريا الديمقراطية، لكن هنالك نقاط أخرى ونقاط استراتيجية وحيوية وحساسة يمكن تسجيلها على أداء مجلس سوريا الديمقراطي وقوات سوريا الديمقراطية. هذا هو المأخذ. لو زالت الأسباب ستزول النتائج، والأسباب يعني النتائج هي الموقف من هيمنة وسطوة وسلطة وتسلط حزب العمال الكردستاني على هذه المؤسسة، هذا الجسم العسكري وهذا الجسم السياسي اللي نعم هو الخيار الوحيد، وإن قارناه بالخيارات الأخرى المتاحة الموجودة على الساحة ربما يكون الأفضل، لكنه يعني مقارنة ما بين السيء والأسوأ. يعني لا يمكن أن نقارن. يعني إن أنت إذا خيرتني ما بين السلطة التي تحكم في مناطق إدلب أو جبهة النصرة أو الفصائل الإرهابية التكفيرية التابعة لتركيا، طبعا سأختار قوات سوريا الديمقراطية، ليس لأنها نموذجية ومثالية وكل ما يقال حول هذا الموضوع، لا، لأنه يعني مقاربة ما بين السيء والأسوأ. يعني لكن هذا السيء الذي هذا السوء مرده للأسباب التي أتيت على ذكرها، وبزوال هذه الأسباب بكل تأكيد سيكون يعني لقوات سوريا الديمقراطية ولمجلس سوريا الديمقراطية وللإدارة الذاتية الكثير من المصداقية والكثير من يعني الاحتضان والمزيد من الاحتضان الوطني والسوري والقومي الكردي وكل التفاصيل. أعتقد أنه أنا لست الوحيد الذي يسجل هذه المآخذ وهذه النقاط، وهي ليست نقاط هكذا يعني كيفما اتفق، بل هي مستندة على معطيات ووثائق وتجربة أنا عايشتها. يعني أنا بعرف كيف تدار الأمور بشكل أو بآخر في
لدى حزب العمال الكردستاني واستيطالاته وامتداداته سواء في سوريا كحزب الاتحاد الديمقراطي أو في تركيا أو في العراق أو في إيران. فلست يعني أتابع حال هذا الحزب عن بعد، إنما عايشت هذه الحالة وفي فترة من الفترات كنت جزء منها. هذا ما يمكنني قوله. شكرا أستاذ هوشنق، أنهيت قبل دقيقتين من انتهاء المدة. رح نروح لعند فراس قصاص. نعم، هنالك حقوق أعطيت للمرأة في المنطقة التي تسيطر عليها قسد ومسد. نعم، قسد ومسد أقرب إلى الفكرة إلى الديمقراطية والعلمانية في سوريا من غيرها، ما اختلفنا على ذلك، لكن هنالك مآخذ على مسد يضعها الشارع السوري وقدم بعض منها الأستاذ هوشنق أوسي. متى سنحل لغز حزب العمال الكردستاني؟ متى ستنتهي هيمنة كوادر بكك على قوات سوريا الديمقراطية؟ هذا السؤال مؤرق. إذا أجبتنا عليه الآن أستاذ فراس يعني ستكون الكثير، يعني مشاكل الكثير من السوريين انحلت مع مسد وقسد. تفضل ب8 دقائق أستاذ فراس قصاص. نعم، الحقيقة يعني عم يصير الحديث عن هيمنة حزب العمال الكردستاني على قوات سوريا الديمقراطية وكأنه مسلم، وعم ينحكى عن تمرير مشاريع حزب العمال الكردستاني في شمال شرق سوريا. أنا بدي أتساءل عن أي مشاريع؟ يعني أولاً السوريين، الغالبية الساحقة من العرب السوريين قبل الثورة السوريين ما كان حدا بيسمع، ما كان حدا بيعرف شيء عن حزب العمال الكردستاني. السوريون ابدا ما عانوا اي شيء، ما انه اي تجربه سلبيه مع حزب العمال الكردستاني. بالتالي الحديث عن انه هناك مشروع وهناك شكل ما من اشكال اراده الهيمنه لحزب العمال الكردستاني في شمال شرق سوريا وبالتالي على سوريا، الحقيقه حديث ما له اسس، يفتقد الاسس. ناهيك انه كثير من الحديث عن انه حزب العمال الكردستاني يهيمن، حزب العمال الكردستاني حاضر بالمعنى التنظيمي الكلمي، ابدا. الحقيقه نحن بالفضاء، الفضاء اللغه العربيه، عم نمارس سياسي بهذا الفضاء، ما نميز نحن تنظيم عن تنظيم ابدا، نخلط الامور مع بعضها. يعني مثلا بالغرب بيفرقوا دائما بين الوجه العسكري والوجه السياسي، او التنظيم السياسي والتنظيم العسكري. حزب الله مثلا، حركه الشنبيت مثلا بجيش الجمهوري الايرلندي، ما بيصير احنا عندنا تفريع على الاطلاق بين حزب العمال الكردستاني وبين حزب الاتحاد الديمقراطي بمجرد انه اعضاء من حزب الاتحاد الديمقراطي كانوا اعضاء في حزب العمال الكردستاني. هذا الحقيقه انا برايي مغالطه ما مفهومه. اساسا شكل حزب الاتحاد الديمقراطي اللي بشكل عصب رئيسي مجلس سوريا الديمقراطي، تشكل بعد ما صار في تغير مفصلي، بعد ما صار في انعطاف نظري. كان انعكاس الانعطاف النظري في لدى حزب العمال الكردستاني بتأسيسه لمجموعة أحزاب محلي منها حزب الاتحاد الديمقراطي، اللي بيقول إنه حزب الاتحاد الديمقراطي والشخصيات اللي كانت في حزب العمال الكردستاني لم تزل تمثل حزب العمال الكردستاني. كأننا نحن عم نقول إنه حزب العمال الكردستاني نظريا لم يتغير، لم يتحول من حزب ماركسي قومي لحزب ينادي ويتحدث عن نظريه بالغه التقدم، عن الديمقراطيه، عن المجتمع الايكولوجي الديمقراطي، عن بالفعل سقف قيم جديد ليس فقط على سوريا وانما على منطقه الشرق الاوسط، وسقف قيم سياسي متقدم للغايه. اللي بيقول انه حزب الاتحاد الديمقراطي واعضائه هن تماما حزب العمال الكردستاني فقط انه كانوا يوما ما بحزب العمال الكردستاني، انا برايي عم يمارس خلط منهجيا بيكون بيخطئ خطا كبير في كل مكان في العالم. هذا الحديث مو صحيح. بعدين لو افترضنا ان حزب العمال الكردستاني موجود في سوريا فعلا، يعني كانت نحن عم نتهم امريكا اللي تعتبر بين قوسين، وانا هذا الاعتبار احتج عليه تماما، ان حزب العمال الكردستاني حزب ارهابي، هي تدعم اذا حزب العمال الكردستاني، وهذا تناقض حقيقه. بالسياسي تعلمنا نحن يعني المشتغلين بالسياسي نحكي دائما عن صور تقدم لنا بالظاهر وعن عكسها تماما
في الباطن. يعني نحن بنحكي دائما انه هناك احداث لها ظاهر، لكن في الحقيقه حقيقه هي الاحداث كلها ما بتفسرها الا باطن ما يجري تحت الطاوله. انا ابدا لا اميل الى هكذا مسميات. نعم هناك كوادر كانوا يوما ما في حزب العمال الكردستاني، ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني، ارتباط حزب العمال الكردستاني بحزب الاتحاد الديمقراطي ببقيه الاحزاب هو ارتباط فكري، فلسفه، قيمي، ايديولوجي. لكن كل الناشطين الان كوادر حزب الاتحاد الديمقراطي، انا اقصد هنا الكاتب المتخصص الفاعل، هؤلاء نعم كانت لدى بعضهم تجربه في حزب العمال الكردستاني، لكن الصيغه التنظيميه اللي بيعملوا فيها الان صيغه تنظيميه مرتبطه، انعكاس تجسيد للتغيير النظري، للاضافه النظري الهائل اللي حصل عند حزب العمال الكردستاني على الاقل بعد عام 2004 قبل حتى، لكن كان منحى النطاقي اخذ اكثر الحقيقه من منحى واكثر من مسار. بالتالي انا برايي هذا القول في خلط شديد، يجب ان نكون نحن واضحين. التجربه التي تحصل الان في شمال شرق سوريا هي تجربه متميزه، نعم هي تجربه فيها اخطاء بالتاكيد ما هي مثاليه. يعني لما بنشتغل بالسياسي الحديث عن المثاليه بيكون حديث خارج السياسي اساسا. تجربه تحصل في بيئه طوارئ مثاليه، على مثاليه بكل ما تعني الكلمه المعنى. هاي البيئه، بيئه شمال شرق سوريا محاصره من قبل النظام، محاصره من قبل تركيا، محاصره من قبل اقليم كردستان العراق. هاي البيئه فيها مكونات عانت من حكم الاسدي لعقود طويله. الاسدي شوهت الروح السوري، شوهت خصائص الشخصيه السوري. هناك طائفي، هناك مذهبي، هناك استعلاء عنصري عند مكونات استفادت بين قوسين بالمعنى الموضوعي، هي كان ضحيه استبداد. لكن عرب المنطقه كان عندهم ميزه قياسا لكرد المنطقه في شمال شرق سوريا. مجتمع ذكوري لم يعمل النظام طوال هذه الفتره اي شيء على الاطلاق، بالعكس غزه ذكوريه المجتمع، استعاد فروسطيه النظام المعرفي. الصيغه الدينيه، تسيير النظام للشأن الديني في البلد كان تسيير استعدائي، تسيير يستعدي الطوائف، يكرس ما هو تقليدي في الاسلام التقليدي لحتى يصير في عداء بين مختلف التشكيلات الدينيه والمذهبيه. كل هذه بالاضافه للاسف كلياتنا بنعرف ان نحن ما بدنا نجامل بشكل واضح. الفساد في سوريا كان فساد مستشري، بدا بالراس، عمود فقري بالحياه العامه. كان الفساد يتعرف عند الناس العاديين بانه فائده. فنحن بالغه الصعوبه، بيئه معقده، محاصره، بتعيش داعش في خلايا داعش الان، وقبل هيك كانت حرب، كان في دوله نسميها حاله دوله، منظمه ارهابيه تقتل، المنظمه الارهابيه تاثر وتستعبد، بتبيع جوارح. الان في شمال شرق سوريا يحتفل المسلم بعيد الازيده، الازيده اللي كان لا تعترف فيه الدوله، لا يعترف فيه الدستور، حتى ابن الشارع العادي يتعامل بشكل ما غير قابل بان يكون حاضر بالحياه العامه بالحقل العام. الان المؤسسات بتعيد بعيد الازيده، الان المؤسسات تحتفل بالاخر، المؤسسات تكرس تمكين المراه. هناك رئاسه مشتركه بالاحزاب كلياتها بالمؤسسات. حزب الاتحاد الديمقراطي حزب عنده رئاسه مشتركه، في قراءه مختلفه للدين، في جامعه، في كليه الاسلام الديمقراطي. المراه مكرسه، موجوده في كل حقل، في كل مكان. طبعا في قوى مناعه ذاتيه او قوى عطالي، وليس مناعه، قوى عطالي ذاتيه عند بعض المكونات فيما يخص قضايا المراه، فيما يخص قضيه الديمقراطيه. صار في بناء مؤسسات، ابنيه مؤسساتيه جديده في كل مكان. هاي الابنيه المؤسساتيه مرتبطه نظريا بالمناسبه بالقفزه النوعيه، بالانعطاف الفكري اللي اسسه، اللي انا بشوفه مناقض تفسير استثنائي حق ليس فقط يحق للعرب ولايات المنطقه ان تفخر بوجوده وبتاثيره الذي يحصل الان في شمال شرق سوريا. اذا مثل ما سمعنا استاذ هوشنك اوسي، يعني هذا بعبع حزب العمال الكردستاني. يعني ما بكفي استاذ هوشنك انه ننظر للموضوع
بعيون تركية صرفة؟ لأمين عم ينظر للموضوع؟ ابن حزب العمال الكردستاني لعقود من الزمن، رفيق النضال، اليوم منقلب هالانقلابة هاي وبيقدم لنا، يعني بدال ما يروح ينتقد السلوك السياسي للمدرسة الأوجلانية يلي أثبتت حقيقة جدارة في السياسة لما حلت المسألتين السورية والكردية، دفعوا المسألة السورية الأكثر تعقيدا في الشرق الأوسط والقضية الكردية اللي هي أعقد قضايا المسألة السورية. ما بكفي نخوف من هالبعبع، خصوصا حضرتك بيقولوا يعني عم يبعثوا لنا هلا انه كنت من المستفيدين من البي كي كي والان تبصق بالصحن. الى متى التخفيف من حزب العمال الكردستاني؟ ذكر فراس، نحن ما عندنا ذاكره سيئه تجاه بي كي كي، بكفي ننظر بعيون تركيا. تفضل ب8 دقائق. اولا انا لا ابصق في الصحن الذي اكل منه، هذا اولا. حزب العمال الكردستاني أكل من صحننا وهو الذي بصق فيه. 20 سنة أتى حزب العمال الكردستاني قبل الانقلاب وأثناء الانقلاب الفاشل في تركيا إلى الأكراد، إلى منطقة يعني إلى سوريا، فاحتضنه الأكراد السوريون وفتحوا له قلوبهم وبيوتهم، ويعني من أكل في صحن الكرد السوريين هو حزب العمال الكردستاني، ومن بصق في صحن الكرد السوريين هو حزب العمال الكردستاني. لا تأتي وتقول لي من يقول هذا الكلام، من يشير إلى وجود حزب العمال الكردستاني وهيمنة حزب العمال الكردستاني في مجلس سوريا الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية هو مظلوم عبدي. هذا حوار لمظلوم عبدي مع مجموعة الأزمات الدولية يؤكد ويصرح إن الأمريكيين طلبوا منه بأن تخرج العناصر، وأعلن رقم 3000 عنصر سيخرجون، وفي جدول زمنية لم يحدد سقفها. هذا الحوار متى؟ هذا الحوار في 2020، يعني مضى 3 أعوام على هذا الحوار. من هو مظلوم عبدي؟ مظلوم عبدي حتى الآن لم يقدم استقالته من حزب العمال الكردستاني، هو الذي يعترف يا خلدون مش أنا. 2 يعني ومش بس هيك، يعني الآن يمكننا أن نسأل الأستاذ فراس بحكم هو جزء من مجلس سوريا الديمقراطية. هذه التصريحات والبرمجة، برمجة خروج العناصر الغير السورية من قوات سوريا الديمقراطية ومن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية، أين وصلت؟ إلى أي مرحلة وصلت؟ العناصر التي كان من المفترض أن تخرج وفق يعني اتفاق أمريكي مع قوات سوريا الديمقراطية. هذا تصريح، راح أبعث لك الرابط مشان تتأكد من هذا الكلام، ويعني هو متاح وموجود على مواقع الإنترنت. هذا من جهة. من جهة أخرى هيك يا خلدون لا يصار إلى مناقشة، لا تقول لي أنت كنت كذا وأنت كنت كذا. ناقش المعلومة، ناقش الوثائق، ناقش المعطيات. لا تقول لي مثلا والله أنت كنت 20 سنة أو 30 سنة واحد مثلا كان إسلامي ويجي ينتقد الإسلاميين. لا، يعني العمر الذي أمضيته مع حزب العمال الكردستاني أمضيته في شقاء وتعب. أنا ماذا استفدت من حزب العمال الكردستاني؟ أنا كنت مع حزب العمال الكردستاني عندما كانت تدور عليه الدوائر في دمشق وفي مناطق الجزيرة. كنت أدافع عن حزب العمال الكردستاني عندما كان ملاحقا من النظام السوري، عندما كان داخل السجون ومظلوم صالح مسلم وقيادات الحزب من قنديل حتى القامش. الكل يعلم هذه التفاصيل. أنا كنت ملاحق من الأمن السوري نتيجة دفاعي عن حزب العمال الكردستاني، وفراس قصاص يعلم هذا الكلام. أنا ماذا استفدت من حزب العمال الكردستاني ماديا أو معنويا؟ على العكس، لو أنا كنت شخص انتهازي، الآن حزب العمال الكردستاني سلطة، والآن حزب العمال الكردستاني دولارات ومناصب، لكنت الآن جزء من السلطة وأقف إلى جوار فراس قصاص وأدافع عن هذا الحزب. يا عزيزي، أنت يمكنك أن تعود إلى صحيفة سرخبون، الصحيفة المركزية لحزب العمال الكردستاني، فهي مش عيون تركية. حزب العمال الكردستاني في صحيفة وباللغة التركية الفصيحة يقول
هذه جريدة سرخبون، يعتبر روجافا، ما بعرف إذا واضحة للكاميرا ولا لا، شوف، يعتبر انتصارا لحزب العمال الكردستاني على الدولة التركية في روجافا. إذا حزب العمال الكردستاني هو الذي همش حزب الاتحاد الديمقراطي. أنت إذا عدت إلى جريدة سرخبون من 2012 حتى 2016 و17 ما في واحد من حزب الاتحاد الديمقراطي بيجي بيحكي في هاي الجريدة عن الواقع السوري. انت شوف هذه المهزلة، شوف هذه المهزلة. هذا مقال أو حوار طويل أخذ صفحات من جريدة سرخبون، عدد حزيران 2013. من يتحدث عن الإدارة الذاتية والديمقراطية في سوريا، ومن يتحدث عن مستقبل سوريا الديمقراطي وتفاصيل مستقبل سوريا، مش فراس قصاص، مش صالح مسلم، مش آلدار خليل، مش مظلوم عبدي. اللي بيحكي عن هذه التفاصيل مصيري ومصيرك يا خلدون، مصير أولادنا ومستقبل أولادنا هو صبري أوك. أنت بتعرف مين صبري أوك؟ أنت بتعرف يا خلدون؟ صبري أوك هو مسؤول المخابرات في حزب العمال الكردستاني، هو اللي جاي يحكي لي عن سوريا ومستقبل سوريا والإدارة الذاتية وكيف هزم حزب العمال الكردستاني، كيف هذا الكلام في 2013، كيف هزم حزب العمال الكردستاني تركيا والجيش التركي في روجافا. مش أنا اللي عم أقول، الذي يهمش حزب الاتحاد الديمقراطي مش أنا، هؤلاء الذين يهمش ما بيعطوهم الحق في إدارة شؤونهم. شوف، يعني فراس جاي يحكي لي عن وكأنه عم يحكيني عن أسرتي اللي أنا جاي مثل كلامك. يعني المؤتمر الأول لحزب الاتحاد الديمقراطي انعقد في مناطق سيطرة حزب العمال الكردستاني، كان بإمكان هذا المؤتمر أن ينعقد في السليمانية، في أربيل، لا في المناطق الجبلية وتحت بنادق وحماية. واللي حضر هذا المؤتمر واللي صاغ البيان التأسيسي لهذا الحزب هو عثمان أوجلان، وهذه معلومات برسم المشاع، مش أنا اللي بقول هذا الكلام. يعني مش بس هيك، المؤتمر الثاني لهذا الحزب كمان انعقد في تلك المناطق. ويعني بعد 2011 يعني حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي مدين للثورة السورية، لأنه فتح له المجال إعادة المياه إلى مجاريها مع النظام السوري. هذا الكلام مش بعيون تركية، هذه حقائق يستفيد منها الأتراك، يستفيد منها وكأنه الأتراك ينتظرون هوشان قوسي. ما الجريدة المركزية لحزب العمال الكردستاني تصدر باللغة التركية، عفوا هي تصدر باللغة التركية في أوروبا، وحزب العمال الكردستاني مخترق من المخابرات التركية. وهذا مش كلامي، هذا كلام عبد الله أوجلان يا سيدي الفاضل. أنا مش أردد، أنت لا تعلم عندما يكون خصمي في المناظرات التلفزيونية على قنوات التلفزة BBC، سكاي نيوز أو الحرة، أضع الخلافة مع حزب العمال الكردستاني جانبا والتزم الدفاع عن القضية الكردية وحقوق الأكراد. القضية وحقوق الأكراد في تركيا وفي المريخ وفي الأرجنتين أكبر من حزب العمال الكردستاني وأكبر من حزب الاتحاد الديمقراطي. هذه الأحزاب مراحل يعني زائلة. أنا مش جاي. فراس قصاص، إذا سمعنا اللي تفضل فيه هوشانك. إذا كان الموضوع مقارنة مع جبهة النصرة ومع فلول داعش ومع أبو عمشة وأبو طمشة وهالتوليفة هاي، نعترف إنكم أخذتوا نقطة ونقطة كبيرة. تمام. حضرتك رئيس حزب الحداثة والديمقراطية، أين الحداثة في مدرسة سياسية بتعمل نصب تذكاري وبترفع صور زعيم وقائد شاء السكان أم أبوا؟ أين الحداثة عند الجريلا؟ أين الحداثة والديمقراطية عندما يساق شباب وبنات أكراد في سوريا تحت سن 18 إلى الجندية الإلزامية، الملف يلي ملأ الدنيا وشغل الناس، تجنيد القاصرات؟ حزب العمال الكردستاني يقول بعض السوريين ألا يكفيه فراس قصاص؟
تطبيلا لحزب العمال الكردستاني، ذكر أشياء مهمة هوشنك أوسي لما عرض لك قوائم في أكثر من 3000 كادرو موجود في الأراضي السورية وهم أكراد ليسوا سوريين. ردك أستاذ فراس. حقيقة كثير من الأفكار، بس رح أبدأ بالأفكار اللي حكيتها بعدين برجع أفكار حكاها صديق هوشنك. أول شيء المسألة الرئيسية تطبيق. أنا لا أطبل، أنا أتحدث عن حقائق موثقة يستطيع الجميع التأكد منها، لا سيما أنه أنا ما علاقتي مع حزب الاتحاد الديمقراطي وقراءتي الحركة ميزي، يعني مو بعد الثورة، مو بعد 2011. أنا أعرف الحركة، قرأت عنها في مرحلة مبكرة تماما، كنت معجب فيها. بعد تأسيس الاتحاد الديمقراطي كنا بين قريبين. أنا هنأت بذكر رفاق حزب الاتحاد الديمقراطي في بلجيكا، كان هناك ممثلين لحزب الاتحاد الديمقراطي، كنت أنا دائما ضيف على قناة ميديا تي في وروش تي في وروناهي طوال 10 سنين 11 سنة، يعني لا أطبل ولا مسألة على الإطلاق. في مصالح كمان كنت أطلع بتظاهرات هون بألمانيا دعم لمشروع الفكري الكبير والفلسفي الكبير للمناضل أوجلان، وكنت أطلع بشكل علني، كانت تصورنا أحيانا البوليس الألماني، وأنا لي الشرف أنه دافع عن هذا النمط من التفكير اللي هو مثل ما قلت بالغ التقدم. بالغ التقدم من حيث من النواحي الإنسانية، من النواحي السياسية، من النواحي الفكرية والفلسفية. هلا بما يخص التشبيه بداعش، يعني عن حدا يشبه أو يقارن بين داعش وبين حزب العمال الكردستاني، هذا شيء معيب. دوليا حزب العمال الكردستاني مو حزب إرهابي، داعش حزب إرهابي بالمعايير الدولية بقرار مجلس أمن. الحديث عن وجود 3000 عسكري أو كادرو قاتل، الحقيقة كانوا موجودين، نعم، ما حدا بيحكي هيك، لكن أنا حكيت عن هيمنة. هدول 3000 قاتلوا معنا، قاتلوا مع قوات سوريا الديمقراطية ضد داعش. ليش؟ لأنه قضية داعش هي قضية دولية الحقيقة، ما هي قضية علاقة بس بسوريا. داعش تهدد الحضارة الإنسانية، داعش تنظيم إرهابي يهدد الأمن الإقليمي والأمن الدولي. وبعدين حديث أحد قادة حزب العمال الكردستاني صبري أوك، الحقيقة بالمناسبة صبري أوك لمن لا يعرف هو مناضل 20 سنة قضى في سجون تركيا، فما هو شخص استخبارات، هو مناضل. ومناضل الحقيقة أنا وأمثال كثيرين بيتمنوا إنه يتشبهوا بهيك سيرة. واحد انسجن سجين سياسي لأنه عنده مبادئ وقضية، 20 سنة في السجون التركي الفاشية مثل ما قال الصديق هوشنك. فبالتالي ما ممكن على الإطلاق صبري أوك يعتبر مذمي. شو قال حزب العمال انتصر في رجب؟ نعم، كيف انتصر؟ انتصر معنويا سياسيا. أفكار التي ينتصر إليها حزب العمال الكردستاني هي المجتمع الايكولوجي الديمقراطي، قضايا تمكين المرأة، قضايا الاعتراف في الآخر الإثني والدين المذهبي. هاي أفكار حزب العمال الكردستاني، الأفكار التي تنتصر. تركيا لها أفكار لها علاقة بالنقاء القومي، بالاستعلاء العنصري اللي تمارسه بتركيا وتريد أن تمارسه العرب في سوريا. حزب العمال الكردستاني ينتصر للعلمانية، ينتصر للديمقراطية، ينتصر رؤية بيئية لعلاقة جدلية مستدامة بين البيئة والمجتمع، ينتصر لقراءة لمنطق سلطة مختلف. الدولة تضمحل تشكيل حالات نمط من، دعني أقول هاي العلاقة العمودية أو العلاقة التي تقوم على الهيمنة، العلاقة الهرمية الموجودة في الدولة التقليدية بين السلطة وبين المجتمع، يجري في منطق حزب العمال الكردستاني، المنطق النظري، المنطق الأوجلاني، يجري العمل به في سوريا. سلطة أفقية، لا وجود لعلاقات هرمية، وجود علاقة جدلية بين المجتمع والطبيعة يقوم على الاستدامة، تمكين المرأة، الاعتراف المكونات بعضها ببعض. هاي هنا انتصر حزب العمال الكردستاني في روجافا في شمال شرق سوريا على تركيا. الانتصار لم يكن عسكريا بأي معنى من المعاني. حزب العمال الكردستاني قاتل إلى جانب مجلس سوريا، قوات سوريا الديمقراطية، قاتل داعش. مو قاتل بس بسوريا، قاتل أيضا في العراق في الوقت اللي انهزمت فيه قوات العراق، قوات عراقية من كافة أجزاء العراق. حزب العمال الكردستاني أبدأ بطولة استثنائية.
هاي نقطة الحقيقة لازم نحكي عنها. بعدين صديقي هوشنك قال مظلوم عبدي لم يقدم استقالته من حزب العمال الكردستاني، يعني ما بعرف صديقي انت كنت معهم تقدم او ما قدم، يكفي وجود شخصيات في حزب الاتحاد الديمقراطي لكي لا تكون موجودة في حزب العمال الكردستاني. القاضي والكوادر الذين الكوادر هنا التقنيين المتخصصين الفاعلين، لا استعير المفهوم من كوادر حزب العمال الكردستاني، الفاعلين في تجربه شمال شرق سوريا كلهم اعضاء في حزب الاتحاد الديمقراطي. كيف بيكون عضو في حزب الاتحاد الديمقراطي وبنفس الوقت عضو قيادي، بنفس الوقت بيكون عضو في حزب العمال الكردستاني؟ ولازم ينشروا استقالاتهم على الهواء مباشره. بعدين انا حكيت بشكل واضح الاسقاط او التجسيد التنظيمي للتغير والاضافه الفكري الذي حصل بحزب العمال الكردستاني نتيجه قراءات المناضل عبد الله اوجلان داخل إمرلي انعكست تنظيميا في تاسيس حزب الاتحاد الديمقراطي. هذا الفصل يجب ان يكون واضح تماما. هلا انعقاد مؤتمر حزب الاتحاد الديمقراطي في مناطق سيطره حزب العمال الكردستاني، يعني ما بعرف وين المشكله انه تاسيس الحزب كان طبيعي انه يتاسس في مناطق حزب العمال الكردستاني لاعتبارات انه اعضاء كثيرين كانوا في حزب العمال الكردستاني، وتتطلب القراءه النظريه الجديده ان يجري تاسيس الاتحاد الديمقراطي. ولا بيتاسس برايك بسوريا بيتاسس ولا بيتاسس في العراق؟ واذا تاسس هونيك يعني هي دلاله على شو؟ ليست هناك سمة دلاله تنظيميه، يعني نكون في عندنا الحقيقه خلل منهجي لما بنقول اذا جرى تاسيس حزب العمال حزب الاتحاد الديمقراطي في مناطق حزب العمال، نعم وبمشاركه رواد من حزب العمال الكردستاني، هذا لا يخل على الاطلاق لا باستقلاليه حزب الاتحاد الديمقراطي ولا بمنطقه النظري. على العكس تجسيد هذا المنطق النظري بيكون بتاسيس احزاب محليه مثل ما قال المناضل عبد الله اوجلان. هلا اعاده مياه لمجاريها مع النظام، اي اعاده مياه يا زلمه؟ يعني هذا الحديث كان ممكن ينحكى ب 2011 قبل ما نشوف التفاصيل. بيجي طرف بيبني مؤسسات كلها مو مستقله فقط، تتعارض مع مؤسسات نظام من حيث التركيبه، تتعارض معه من حيث الايديولوجيا، مؤسسات قانوني، عسكري، امني، تعليمي، كلها تقف في النقيض من مؤسسات النظام. مو نجي بنقول تصالح مع النظام. شو هالحكي يا صديقي؟ هذا حديث الحقيقه ما له علاقه بالسياسي، هذا حديث بياخذ صفر بالسياسي. بعدين اخي طالما حزب العمال الكردستاني مسيطر على المناطق في شمال شرق سوريا، وطالما وفق بين قوسين صديقي هوشنك صار رجع المياه المجاريه مع النظام، ليش ما بيروح بيرجع المناطق؟ خذ المناطق خيو نرفع على النظام ونخلص. اخر نقطه، من يرفع صوره اوجلان ومن يضع تمثال اوجلان، اوجلان من؟ اوجلان مو حافظ اسد ولا بشار اسد، اوجلان مو متسلط مستبد، اوجلان مناضل يقبع في سجون تركيا منذ اكثر من حوالي 40 سنه. اوجلان يعيش في منفرده. لما نحن بنرفع صوره واحد مناضل يتحدث ما بيحكي عن مشروع الولاء بتركيا ولا مشروع الولاء بكل تركيا. هالوقت تماما. سمعنا إذا من فراس قصاص. رايحين هلا على المحور الأخير بالحلقة، مستقبل مسد وقسد. أستاذ هوشنك أوسي، ضمن الظروف الموضوعية حاليا التي تحيط بمنطقة شرق الفرات، نظام الأسد لا زال قائم، معارضة مرتهنة فاشلة، هنالك كتائب صارت مرتزقة علنا لتركيا، تركيا التي تهدد في الصباح والمساء بعملية عسكرية تستهدف منطقة شرق الفرات، أمريكا عم بتقول ما رح أطلع من المنطقة والدعم لا زال مستمر لمسد وقسد. برأيك كيف رح يكون مستقبل مجلس وقوات سوريا الديمقراطية بحسب قراءتك السياسية للمنظومة وللظروف السياسية الراهنة؟ تفضل أستاذ هوشنك ب8 دقائق. شغل مايك. طيب، أولا اسمح لي يعني بالتعليق على ما تفضل به الصديق فراس. هلا بيحكي كثير كلام نظري بدون تقديم وثائق. أنا بعطي معطيات ووثائق. الجانب النظري اللي بيحكي فيه إنه والله تأثر نظري لحزب الاتحاد الديمقراطي بحزب العمال الكردستاني، هذا ينطبق على فراس. يعني فينا نحكي إنه حزب الحداثة والديمقراطية معجب وتأثر بأفكار أوجلان فتبنى
أفكار أوجلان يعني أما كلها أو جلها يعني في هذا الخصوص. هذا نعم، لكن موضوع حزب الاتحاد الديمقراطي والتفريعات الأخرى موضوع مختلف تماما. هو لا يمكنه أن يقنعني لأنه أنا كنت متابع مرحلة تأسيس هذا الحزب، ولا يمكن أن يقنع الرأي العام الكردي أو والقريب. يعني الآن الأصدقاء الموجودين في الاتحاد الديمقراطي بيشاهدوا في راسه وبيضحكوا، يعني بيشاهدوا لأنه كلام مش صحيح، كلام مضلل مش صحيح. اثنين، في جريدة سرخبون أنا أتيت على صبري أوك. أنا فيني أحكي، أنا عملت فيديو على شخصية صبري أوك. من هو صبري أوك؟ نعم في السجون، لكن كيف كان في السجون؟ كيف بدأ في السجون؟ عندما خرج من السجن ذهب إلى الخدمة العسكرية وانتخب عضوا في اللجنة المركزية لحزب العمال الكردستاني وهو في الخدمة العسكرية التركية. تفاصيل صبري أوك أنا بعرفها. غير صبري أوك، غير أنا كنت أتمنى في تلك الفترة من 2012، وهي الأرشيف موجود، وخلي الأصدقاء من حزب الاتحاد الديمقراطي يساعدوا فراس بشوي وثائق، يعني لحتى يعني تكون يعني كلامه هيك شوي حكي سياسي وموثق، حكي يعني في إطار منهجي، يعني معلومة مستنجة إلى ما هو موثق. في هاي الجريدة المركزية اللي هي لسان حال هذا الحزب ما بيحكي انه والله انتصرنا معنويا وما بعرف شو، لا بيقولوا انتصرنا عسكريا بهذا الخصوص. يعني تأويلات واجتهادات فراس تضحدها هذه الاجتهادات جريدة حزب العمال الكردستاني وتصريحات المسؤولين. مش بس صبري أوك، أنا جبت عينة صبري أوك، هنالك دوران كالكان، هنالك مصطفى قرسو. في راس يحكي لي من هو دوران كالكان ومن هو قرسو مناضل، ويحق له، نعم يحق له أن كمراقب سياسي، لكن مع كل هؤلاء القيادات يا ريت لو كانوا عملوا حوار مع رستم جودي، يا ريت لو كانوا عملوا حوار بحكم انه اكراد وضمن حزب العمال الكردستاني، يا ريت لو كانوا عملوا حوار مع فراس قصاص وترجم الى اللغه التركيه في تلك الاثناء، في تلك الفتره، عم بحكي من 2012 وحتى 2016 و17. كل كوادر قياديه من حزب العمال الكردستاني بيحكوا عن انتصارات حزب العمال الكردستاني العسكري والسياسيه والمعنويه على تركيا في روجافا. طيب هؤلاء ال 3000 مقاتل اللي موجودين في قسد واعترف فيهم مظلوم عبدي لمركز الأزمات الدولية، ألم يكن أجدى أن يقاتلوا في تركيا ويخففوا عبء وضغط الدولة التركية على كوباني وعلى المناطق الأخرى؟ لماذا عندما احتلت عفرين كانت الجبهة الداخلية في تركيا خامدة وصامتة وميتة؟ عبد الله أوجلان بعد احتلال عفرين، هذا المناضل الكردي، بعد احتلال عفرين 2018 يأتي ويصرح نتمنى أن يتفهم الحساسيات التركية في الشمال السوري. هذا تصريح عبد الله أوجلان المناضل القائد الفذ. يا صديقي هذا كمان من، يعني أنا بس عيني نماذج مشان ما يكون هيك حكي بدون معطى أو موثق. يعني هون جريدة سرخبون عدد في 2006 أنا لما كنت في سوريا وكنت مؤيد لحزب العمال الكردستاني، هي الجريدة تحتفي ب4 قيادات من حزب الاتحاد الديمقراطي اغتيلوا في الموصل. ميساء باقي أو شيلان كوباني ورفاقها زكريا وفؤاد، والأربعة هم يتم الاحتفاء بهم. حزب الاتحاد الديمقراطي يحتفي بهم على أنه شهداء حزب الاتحاد الديمقراطي وحضروا المؤتمر التأسيسي لحزب الاتحاد الديمقراطي. أما حزب العمال الكردستاني فله كلام آخر، يعتبرهم شهداء حزب العمال الكردستاني. يقدموا استقالتهم، نعم يقدموا استقالتهم، لأنه لا يمكن أن تكون منتسبة لحزبين في آن واحد. ما بيصير تكون أنت عضو في حزب الحداثة والديمقراطية وتكون عضو في حزب العمال الكردستاني في نفس الوقت. ما بيصير ما بتزبط. يعني القواعد التنظيمية للأحزاب ما بيصير يعني
واذا بترجع لميثاق الاتحاد الديمقراطي، اي حزب لا يسمح يعني ما احلاه فراس قصاص يكون زعيم حزب الحداثه والديمقراطيه ويكون عضو في حزب الخضر وحزب الاشتراكي وحزب اخر ومجموعه احزاب. ما بتزبط، مش منطقي، يعني مش قضيه ولا تعاطف ايديولوجي او تعاطف معنوي او تاثر به. شوف صديقي خلدون، عبد الله أوجلان الزعيم الكردي الأسير السجين، نعم ينبغي أن يعني مش حافظ الأسد ومش ما بعرف مين وكذا. عبد الله أوجلان صرح في شهر تموز 2008 بأن هنالك جرائم قتل حد تصفية داخلية في حزبه. 14,000 بني آدم، 14,000 إنسان، 14,000 كردي تم تصفيتهم داخل حزب العمال الكردستاني. هذا تصريح عبد الله أوجلان في نهاية شهر تموز 2008. من 2008 وجر ما مش داخلين في الحزب، مش داخلين في الحزب. 14,000 يعني قد 3 مرات مجزرة حلبشة. في مجزرة حلبشة 5,000 راحوا. عثمان أوجلان اخوه لعبد الله أوجلان اللي توفى قبل فتره بكورونا، شو بيقول؟ بيقول التصفيات الداخليه داخل الحزب 90% عبد الله أوجلان ما له علاقه فيها، 10% ما له علاقه وبامر مباشر منه. طبعا اذا اتينا بهذا الرقم حتى 2008 14,000، 10% قديش بيطلعوا يا خلدون؟ بيطلعوا 1400 هيك شيء تقريبا. 1400 شخص، 1400 عنصر، 1400 كردي، 1400 بني آدم تم تصفيتهم بأمر من أوجلان، عدا عن قيادات أخرى، يعني قيادات محمد شنار، تشاتين جونجر، كل هؤلاء طرحوا مشاريع إصلاحية لهذا الحزب. أنا أعجب يعني من عبد الله أوجلان. حاليا يمجد في مصطفى كمال أتاتورك ويعتبره، لا يعتبره عدوا للأتراك. طيب يا صديقي العزيز، يعني مع هذا الافتتان لفراس قصاص بحزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني، بس فراس إذا عم تسمع حاليا اللي حكاه هوشنك أوسي، وهون أنا رح أرجع لك بنفس السؤال. مستقبل مسد وقسد في ظل الظروف السياسية الراهنة. على ما يبدو إشكالية قسد وبكك ما رح تنحل بالطريقة التي تطلبها تركيا، وتركيا غير متنازلة عن عملية عسكرية في سوريا واستئصال شأفة بكك، حتى لو كلف الأمر يعني التنسيق مباشرة على الهواء مباشرة مع نظام الأسد. إلى أين تسير تجربة مجلس وقوات سوريا الديمقراطية ومنطقة شرق الفرات في سوريا؟ تفضل ب8 دقائق أستاذ فراس. يعني قبل ان اقول ان مسيره مجلس سوريا الديمقراطي وقوات سوريا الديمقراطيه مسيره مستمره بالتاكيد حتى تحقيق اهداف مجلس سوريا الديمقراطي ليست في شمال شرق سوريا وانما في سوريا كلها، بدي اقول ما يلي. اول شيء انتصرنا عسكريا، يعني التصريح كيف انتصرنا عسكريا؟ ما كان في قوات تركيه لما طلع تصريح سيد صبري اوك، يعني كان انتصار عسكري، انتصار مشروع على مشروع، لانه تركيا كانت تدعم داعش، تركيا كانت تدعم جبهه النصره، تدعم احرار الشام، تدعم صقور الشام. فبالطبيعي مجلس سوريا الديمقراطي، قوات سوريا الديمقراطي التي تحمل المشروع النظري والفكري والسياسي والايديولوجي للأوجلاني الذي يحمله ايضا حزب العمال الكردستاني، انتصر بهذا المعنى. يعني لانه نحن بدنا نقرا بهذا المعنى. هلا قضيه تصريح المناضل أوجلان عن 14,000، اول شيء تصريح اي متى حصل؟ 2008 مثل ما حكى هوشنك الان. 2008 كان المناضل أوجلان داخل السجن. يعني انا حتى لو كان في وثيقه، الحقيقه ما وردنا هوشنك وثيقه، لكن لو كان في وثيقه وفي تصريح يا ريت يوردينا التصريح. لو كان في التصريح صدر، معليش طول بالك، التصريح طلع من السجن. يعني هذا التصريح انا بقول مزور لانه طلع من سجن امرلي.
إلى مصلحة المخابرات التركية تشوه تجربة حزب العمال الكردستاني، وإلى مصلحة تحكي عن تصفيات بهذا النوع. يعني لو في عندنا 14,000 صار في تصفيه، ما قديش عدد أعضاء حزب العمال يا زلمة؟ يعني الحقيقة شيء مفارقة ما مقبولة، لا يقبل العقل. هلا تصريح عثمان أوجلان لما صرح هذا التصريح، عثمان أوجلان أصلا انشق، أصلا ترك للأسف تخاذل وترك حزب العمال الكردستاني وانقلب على رفاقه. ايضا تصريحه انا ما باخذه على الاطلاق ولا بقبل فيه، لانه حكاه من منطق الاخر، من منطق العداء والمنشق، وهذا منطق غير مقبول. مع ذلك بدي اقول التصفيات الداخليه اخي، كل ثوره من ثورات العالم، كل الاطراف الثوريه اللي كانت فاعله غيرت مستقبل مجتمعاتها كان في عندها، كانت تقع بهاي الاشكاليه. يعني الثوره الفلسطينيه، منظمه التحرير الفلسطينيه كان في عندها تصفيات داخليه، يمكن زودكم بالاسماء. الثوره الجزائريه كان في عندها تصفيات داخليه، لكن حزب العمال الكردستاني تصويره بهي الطريقه الحقيقه تصوير غريب، انا الحقيقه ما فهمه. يعني نحن بدنا نجي نحاول نشوه صوره حزب العمال الكردستاني على الطريقه التركيه، وبدنا نحاول نقنع السوريين اللي ما كانوا بيعرفوا انه تركيا على حق. يا زلمه تركيا والشعب التركي، الشعب التركي، الثقافه التركيه ثقافه تستعلي على العربي مثل ما بتستعلي على الكردي. الكردي علينا البحث عن منطق اخر، منطق بيعكس تماما فكر وفلسفه اخوه الشعوب. ما نروح نجي ناخذ التصريحات التركيه ونتبناها ونطلع نحكي عنها بهي الطريقه. الحقيقه انا شفت كان فيديو من فيديوهات هوشانج انزعجت. يعني ما عاد هوشانج عنده قضيه غير حزب العمال الكردستاني. يا اخي بتمنى كان يطلع بس يحكي فيه عن تركيا، بس يحكي فيه عن النظام. يعني هذا عجيب العب شوفوا، عجيب تماما. انا بعرف وما حد يخبرني، وانا بعرفك هوشانج وبعرفك من زمان، كتاباتك بال 2008 وبال 2009، يعني المعلومات اللي عم تحكيها ما هي معلومات جديده عليك. كنت ترد وتفند وتحكي، لانه انا برايي كنت تحكي من منطق المعني، اما الان انت تحكي من منطق غير معني. منطق انا بدي اكتب بالادب، وانت اديب بالمناسبه، اديب رائع، تكتب روايه جميله وتكتب شعر جميل، لكن انا بدي اقعد هلا ما عاد اشتغل سياسي، وبالتالي باخذ موقع هذا اللي بيقعد حاول يعيق. انت عم تعمل اعاقه، عم تشوه صوره حزب العمال الكردستاني، وعم تشوه تجربه شمال شرق سوريا. وهذا الحديث واضح جدا لك. انت حكيت جملتين انا امس الحقيقه شفتهم باحدى الفيديوهات طق مخي يا زلمه. بتقول عبد الله اوجلان بتقول موجود في السجن بحراسه المخابرات التركيه، وكانته بميزه، يعني هو موجود في السجن ومتميز انه عم يحرسوا المخابرات. على الحالة مانديلا كان قاعد بسياحه كمان عم تحرس المخابرات جنوب افريقيا. وايضا رياض الترك كان محروس بالمخابرات السوريه، معتقل في جزيره بمنفرده تحت حمايه المخابرات التركيه. تروح تعتبر هاي ميزه؟ ما بقى ناقص شيء. الحقيقه انا شايف هون بشكل ما من اشكال الهوس المو مفهوم بهذا العداء، غير المفهوم، التشويه غير المنطقي غير الموضوعي. هذا التشويه انت لازم بتحيد عنه، لانه هذا خطا كبير عم توقع فيه. وبالمناسبه اللي بيشوف الفيديوهات بهدوء بحياديه بيعرف انه في مشكله. لما بتيجي بتقول انه والله هي موجود اوجلان بالسجن وتحرس المخابرات التركيه، وبالتالي هو ميزي موجود في سجن، عم تحرس المخابرات التركيه في سجن. معناتها كل المساجين كانوا ما شاء الله عليهم المسجونين ايام حافظ اسد، هذول كلهم كانوا عم يعيشوا امتيازات. الحقيقه بعدين مصطفى كمال اتاتورك، مشان الفكره، نعم مصطفى كمال اتاتورك للاتاتوركي في له وجه ايجابي، وجه علماني للاتاتورك في مرحله معينه، جاب الديمقراطيه لتركيا، مكن المراه، عمل حداثه في تركيا. هذا الوجه الاتاتورك اللي بيدعمه المناضل عبد الله اوجلان. لكن الوجه الاخر العنصر الاستعلائي هو الوجه اللي تاسس وفقه حزب العمال الكردستاني من اجل معارضته، من اجل الوقوف ضده. اوجلان برجع بكرر بشمال شرق سوريا ليش عم يرفع صوره وعم يرفع صوره الناس اللي عم واقف ضد رفع صوره؟ بالمناسبه عنده متربي عند البعث ومش فهمان انه هذا الشخص طريق. اوجلان يمتلك مشروع ديمقراطي تحرري مجتمعي تشاركي ايكولوجي، مو فقط الكردي، يعتبر الكردي حريه الكردي مرتبطه بحريه المكونات الاخرى. المشروع مشروع الامه الديمقراطي اللي ايضا شفتوا سخر عليه هوشانج، شيء مذهل. يعني اذا نحت هذا مصطلح جديد نتعين انه نحته. صفات الفلاسفه انها تنحت مصطلحات وانها تمنح مدلولات لهذا المصطلح، هذه صفات فيلسوف. والاهم
صفات فاعل اجتماعي استثنائي، لما هذا المصطلح بيروح برددوه الملايين، مو مصطلح بيبقى حديث المكتبات الأكاديمية في الجامعات. كل ما بيحكي كل شيء بيحكيه هوشانك في فيديوهاته عن حزب العمال الكردستاني، غالبيته الساحقة يصب في مصلحة حزب العمال، وغالبيته الساحقة يصب في عكس ما يحاول أن يقدمه هوشانك عن تجربته. هوشانك تربى في مؤسسات. أول ما كتب هوشانك وين كتب؟ أول ما تعلم وين تعلم؟ وتعلم في مؤسسات الحزب. يوم مين اللي بثق في صحن الآخر؟ وبعدين أنت تسألت أيضا في فيديوهات شفت لك ليش ما بدي يناظروك؟ طبيعي ما حد بدي يناظرك، طبيعي لما اعتبروك ابن المؤسسة، تعلمت عندهم وكتبت عندهم ودعموك وقفوا معك طول الوقت، بتطلع بالأخير بتهاجمهم بهي الطريقة. ما مرة شفتك حكيت لا عن نظام ولا هاجمتك حكيت عن تركيا. إذا أنهى قبل الوقت بنصف دقيقة الأستاذ فراس قصاص. رح يكون في لهوشانك أوسي 3 دقائق للرد، لكن قبل ما ننتقل عند هوشانك في مداخلة من السيد يوسف أتاسي. تفضل يوسف بدقيقة، تفضل. مساء الخير. بأقل من دقيقة أنا سؤالي للأستاذ فراس. يسعد مساك أستاذ فراس. أنا لفت نظري دائما كلامك أنه لازم قبل ما نقيم أوجلان نقرأ الكتب تبعه، فهل هذا ينطبق على كل السياسيين أو القاضي العسكريين؟ هل أنا مجبر أن أقرأ الكتاب الأخضر للقذافي قبل ما أقول أنه القذافي أهبل؟ هل أنا مجبر أن أقرأ منشورات دار بلاس للنشر وهي دار نشر سلسلة كتب قبل ما أقول أنه مصطفى بلاس هو جنرال مجرم؟ هذا سؤالي باختصار، وشكرا. شكرا لك. تفضل أستاذ فراس. يا زلمة ايش عم تقارن الطلاس بالقذافي بأوجلان؟ يا زلمة عيب. أوجلان منافسته الحضارة الديمقراطية 5 مجلدات 3-4,000 صفحة، اقرأ في النظريات الفكرية والفلسفية بالغة التقدم اللي ما عرفتها أوروبا. ايش عم تجي بتقول لي الكتاب الأخضر لواحد مسطول مثل القذافي، ديكتاتور ومستبد وقاتل مثل القذافي؟ ولا عم بتقول لي طلاس اللي كان ما بيعرف، اللي كان بيشتغل بأوقات الفراغ وزير دفاع؟ بدك تقرا تطلع على النظريه وبعدين روح شوف اللي عم يصير في شمال سوريا، المؤسسات اللي عم بتصير، الصيغ، النظام التعليمي اللي عم يصير، كل شيء عم يصير في هاي المنطقه هي قراءات وهي تعكس فلسفه أوجلان. تحاول الاداره الذاتيه الديمقراطيه هي جسم الجسد اللي له علاقه بروح التجربي بروح الفلسفي الأوجلاني. فشو عم تحكي لي يا صديقه؟ بتيجي بتقول لي والله بدي اروح نقرا طبعا ما بتقرا. اذا لما انت ما بتقرا بتسمع حكي مقالات راي ولا بتسمع فلان عم يحكي وفلان على كان عم يحكي، قصه ثانيه. كان تطلع، روح اطلع نظريا وروح اطلع عمليا وبعدها تعال احكي. برجع بقول تجربه الاداره الذاتيه الديمقراطيه ما هي تجربه نموذجيه، مش تجربه مثاليه، لكنها نموذجيه في سوريا، نموذجيه في ظل البيئه الموجوده وفي ظل الصعوبات الموجوده. شكرا ليوسف أتاسي على مداخلته. في مداخلة من الأستاذ مهند القاطع كمان بدقيقتين، وننتقل بعدها للختام مع هوشانك. تفضل أستاذ مهند، معك بدقيقتين، تفضل. تحية أستاذ خلدون، مساء الخير لك وللشباب. أنا والله ما كنت موجود من أول الجلسة وما بعرف شو النقاش الدائر، فنسمع الأستاذ هوشناك يعني، وبعدين ممكن إذا صار في مداخلة داخل إن شاء الله. طيب، معناتها بعد مداخلة يوسف وكلام فراس قصاص رح يكون في 4 دقائق لهوشانك أوسي للرد على ما تفضل فيه الأستاذ فراس عبر إجابته ليوسف وعبر كلامه السابق. بس أستاذ هوشانك يا ريت ترفع المايك. طيب، ما بعرف على شو بدي يرد يعني. وهل ما تفضل به الأستاذ فراس من كلام يعني شخصي، يعني ما له علاقتي بحزبي هي أو اللي كان حزبي وتفاصيل الخروج عن يعني من عباءة هذا الحزب وهذا انتقاد هذا الحزب، هو ما له علاقة فيه. يعني هو مش في المستوى أنه ينتقدني أو يسجل علي مأخذ في هذا الخصوص. هذا موضوع ثاني بشكل أو بآخر له يعني بشخصنة الأمور. خلي يناقش الأفكار والمعلومات اللي أنا عم بطرحها، ما بيقول كذا وكذا. موضوع أوجلان يعني التصريح اللي صدر عن أوجلان وبيعترف فيه بحدوث 14 جريمة تصفية داخلية ب 2008، هذا تصريح ترجمه صالح مسلم
ونشر وباللغة العربية وعمم، والتصريحات التي تصدر عن أوجلان تكون عبر قنوات محامية مش من مؤسسات تركية، بيقول لي تشويه الحزب وما بعرف شو. إذا أنا أنقل عن محامي أوجلان وتصريحات أوجلان من فم أوجلان، إذا بيقبل بمانيفستو الحضارة الديمقراطية اللي طالع من السجن ومن قنوات الاستخبارات التركية، ينبغي أن يقبل بهذا التصريح أيضا. أما موضوع والله عثمان أوجلان حاول يدافع عن أخوه بأن جنبه 90% من عمليات التصفية الداخلية وحط 10% في رقبته. فيما يتعلق بموضوع القذافي، يا ريتني كنت جبت عندي بالأرشيف عندي مقالة طويلة عريضة في مجلة صوت كردستان الصادرة عن حزب العمال الكردستاني، مديح في القذافي من هون لعندك يا خلدون، مديح لا يعني لا يعني لا يوصف. فليرد فراس قصاص على حزب العمال الكردستاني ومداعي حزب العمال الكردستاني للقذافي. عدا عن ذلك، أوجلان قبل أثناء تواجده في دمشق في أدبيات الحزب مدائح لحافظ الأسد لا تطاق. هذا المناضل الكبير عبد الله أوجلان يمدح، مش بس يمدح حافظ الأسد، ويمدح الخميني وثورة الخميني. ومش بس هيك، قبل فترة وثائق عن الاستخبارات التركية في سنة 90 مراسلات استخبارية عراقية من الاستخبارات العراقية توثق وتؤكد علاقة حزب العمال الكردستاني في تلك الفترة مع الاستخبارات العراقية في سنة 90. وأوجلان نفسه في 17/1/1998 في تصريح صحفي لصحيفة الحياة صرح بأن هنالك علاقات لحزب العمال الكردستاني مع النظام التركي، مع النظام العراقي، نظام صدام حسين. مش بس تلك الوثائق. بمعنى أسطرة أوجلان هي، أنا في يوم من الأيام يعني كنت مناصر لحزب العمال الكردستاني، لكن أنا أتعجب أنه أنا في أوج يعني علاقتي القوية مع حزب العمال الكردستاني ما كنت عم أسطر لهذا الحزب ولا أوجلان بنفس الطريقة التي يؤسطرها فراس قصاص. هنيئا. يعني أنا الآن السؤال الذي يخطر في بالي يعني ما الذي لا يعجبه فراس قصاص في تجربة حزب العمال الكردستاني؟ ما الذي لا يعجبه في تجربة حزب الاتحاد الديمقراطي؟ خليه يحكينا عن الأمور التي يعني هو مفتون بها القصة، فلينتسب ويقدم طلب انتساب لهذا الحزب ويترك يعني حزب الحداثة والديمقراطية وينظر ويعني مش يا فراس الموضوع تخطى عملية تطبيق. هذا الشيء اسمه ما بعد. انتهى الوقت استاذ هوشانك، وانتهى وقت الحلقه ايضا. كنا اليوم بالحديث عن مجلس وقوات سوريا الديمقراطيه. لا هلا اذا بدي اعطيك فراس رح يرد في نقاط مهمه مشان اللي تطبيل وما تطبيل. اولا منهجيا خليني اساله استاذ هوشانك، بنعطي دقيقتين لفراس ماشي؟ رح تكون اخذت اكثر من وقته، نعطي. طيب تفضل فراس دقيقتين. اول شيء ايضا عند هوشانك في خلل ايضا، يعني وجود احزاب متقاربه تحمل مبادئ تقريبا تشبه بعضها، هاي مساله معروفه وطبيعيه. يعني بعطي مثال مثلا بالمانيا في تحالف مسيحي اسمه CDO CSO، اثنين تماما مثل بعضهم، بس كل واحد له قوانين اجتماعيه، كل واحد له بيئه بيعرف يخاطبها. يعني البيئه اللي بيخاطبها حزب الحداثه والديمقراطيه، البيئه الديموغرافيه السوسيولوجيه غير البيئه اللي بيخاطبها حزب الاتحاد الديمقراطي. بالتالي ما هذا الموضوع ما بيتطلب مني والله اروح اقدم استقالتي وانتسب. التجربه نموذجيه. انا الحقيقه معجب في التجربه طول الوقت. كلمتين فقط في مديح اوجلان للاسد والخميني، مدحهم ب 98 وب 99. اليسار مو فقط اليسار الدولي كله كان، لك ميشيل فوكو مدح الخميني وقت قامت ثوره 1979 في ايران. يعني مساله مرتبطه باليسار. اوجلان هذا لما كان يمدح الاسد في مرحله ما قبل 1999، لك يا زلمه رياض حجاب كان رئيس وزراء، يعني كان زلمه مخابرات، كان زلمه كتيب تقارير، وكان زلمه عميل للنظام، وهلا صار على راس المعارضه وما عمل انعطاف نظري ولا حكى عن ديمقراطيه بالليل وليل الضحى اجى يروح صار ديمقراطي. في فرق كبير. اوجلان لما مدح الاسد ومدح الخميني
مدح هذا النموذج كان ينتمي الى رؤيه وقراءه وموقف وقيم سياسيه مختلفه تماما عن اللي بينتمي له، عن اللي صاغه الكلام من جديد وعن الاطاله النظريه، وبالتالي الفرق كبير. لا يمكن الحديث بهذا المجال على الاطلاق. ايضا حتى عند مدح حزب العمال الثاني القذافي في مرحله من المراحل، لانه اصلا ما عنده كرد، لو كان عنده كرد كان شافوا رفاق هذا الوجه القذافي العنصري والقومجي، لكن دعم القذافي، كان ممكن يدعم القذافي. وهي نمط من العلاقات التكتيكيه. ياسر عرفات كان يبوس ويحضن معظم الزعامات العربيه، كان يبوسوا ويحضنوا لحافظ اسد وهن اعداء. هاي المساله، هاي الممارسه السياسي. الفرق الرفاق في حزب الاتحاد يمارس السياسي بما تعنيه من. انتهى الوقت فراس وانتهت الحلقة أيضا. كنا هلا تممنا الساعة تمام، يعني هلا ضبطت الحلقة الساعة تمام. كنا بمناظرة اليوم بين هوشنك أوسي وفراس قصاص حول مجلس وقوات سوريا الديمقراطية وارتباطاتها. هلا رح يكون في سؤال على القناة والصفحة، مع مين انتم كنتوا بنشارك يعني الجمهور رأيه، مع مين انتم كنتوا او مين هو الخطاب اللي كان اقرب لكم؟ هوشنك، رأي هوشنك وما تفضل به هوشنك، او فراس وما تفضل به فراس، او لا ما شفت حالك بخطاب اي منهما؟ بنشوف النتائج ورح توصل لهوشنك وفراس. بدي اتشكركم كثير الروائي والصحفي السوري هوشنك أوسي